اهلا بكم في قناة وصفة سهلة. في الفيديو ده هنعمل وصفة التونة، سلطة التونة. وصفة صحية ومفيدة جدا ومغذية للجسم. انا معايا اهو علبة تونة، هرستها بالشوكة، بنهرسها بالشوكة تبقى يعني مدعوكة كويس. تمام. انا دلوقتي بعد ما هرست التونة بالشوكة هبتدي بقى انزل عليها بعصير الليمون. التونة دي انا مصفياها من المية اللي بتبقى موجودة فيها، اي سوائل موجودة في العلبة بصفيها منها كويس. اديني عصرت عليها نص ليمونة كبيرة. هنزل معانا بنص معلقة صغيرة من الخل، سنة خل بسيطة علشان خاطر بس ايه، انا بخاف بس من الزفارة. تمام. وبعد كده بقى هبتدي انزل معانا برشه من زيت الزيتون. انا بحب زيت الزيتون جدا في الاكل. انا كده كده مصفياها من اي سوائل او زيوت كانت موجوده فيها. بعد كده بقى هننزل بسنه صغيره من الملح. انا مش بكتر في الملح لان انا بس الملح عشان خاطر الخضار اللي هيتحط على السلطه. وهنزل بسنه من الفلفل الاسود، وهنزل كمان بسنه كمان من الكمون. التوابل دي بتبقى حلوه جدا على التونه. وهننزل كمان معانا بالخضار بتاعنا. انا معايا بصل بشر ناعم، ومعايا طماطم، ومعايا فلفل اخضر. ممكن نحط ذره بس انا مش بفضل الذره شويه، مش بستطعمه. طبعا انتوا لو حابين تحطوا ذره او الحمص يكون طبعا مسلوق بيبقى حلو جدا. واخر حاجه بقى معانا في سلطه التونه هحط معلقه كبيره من المايونيز، بتبقى حلوه جدا في السلطه. انا عامه بحب المايونيز في السلطات، بيبقى طعمها حلو جدا. هبتدي بقى ان انا ايه، اقلب كل المكونات دي كده مع بعضها. سلطه مغذيه جدا ومفيده جدا، ويا سلام بقى لو فيها الذره اللي بقول لكم عليه، والحمص المسلوق ده يتسلق وبيترش عليها بيبقى حلو جدا اهو. كده بقى جاهز معانا احلى سلطه التونه. ما اخدتش معانا فعلا اكتر من 3 4 دقايق، ومفيده جدا مغذيه. الخضار اللي فيها، التونه نفسها مفيده جدا، التوابل، زيت الزيتون، كل حاجه فيها، كل عنصر حطيناه فيها حلو جدا وسريعه جدا، ونقدر نعملها في اي وقت. نقدر نقدمها مع عيش محمص، او انا بحب طبعا اكلها مع رز او مكرونه، بتبقى حلوه جدا. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.